السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حال الشيوخ؟ إن شاء الله أنكم طيبين وبخير وصحة وسلامة. الله يعزاكم. جيناكم اليوم بمقطع جديد من آخر الشكمان يا شباب. الله يحييكم، منورين منورين. نعتذر على القطع يا شباب، وإن شاء الله أننا مستمرين معاكم بإذن الله. وتحياتي لكم جميعا يا شباب. اليوم معي مفاجأة لكم، مقطع من العيار الثقيل يا حبيبك. المقارنات العجيبة، أبو أسد مع ابو طير يا حبيبك. شوف، هذا اسد مرسوم عليه، وهذا الطير الجمهوري يا حبيبك. نسوي مقارنات مع ابو اسد. ابو اسد يا شباب يدخلك 137 الف دولة. ما هم عارفين ايش ابو اسد. ابو اسد الجواز الهولندي، وابو طير الجواز اليمني. هذا يا شباب يدخلك كم؟ 137 الف دولة. اذا عندك فلوس. اذا ما عندك فلوس ما يدخلك الا البيت تروح تنام. اما ابو طير يا حبيبك، ابو طير هذا شغل ولايات، 1730 ولايه يعني. يعني هذا دول وهذا ولايات، وكلهم الاثنين اتفقوا على مبدأ واحد يا شباب، انه اذا ما معك فلوس تروح تنام بالبيت. تروح تحطه في الدولاب يا حبيبك وتنام. طبعا يا شباب هذا مكتوب عليه اخر الصفحه، وانا اقرا ايش مكتوب عليه. ابو اسد يا اسد يا اسد. الحلم حق جراند. شفت لما تلعب جراند وتخلص كل الماب اللي في جراند، بعد كذا ما عاد يصير معك مهمات، تقعد تدور في نفس الماب. نفس الوضع مع اوروبا يا شباب. مكتوب عليه يا طويل العمر والسلامه، نحميك فوق كل سماء وكل تحت ارض يا حبيبك. الله اكبر عليكم. يعني يقول لك انت حامل هذا ابو اسد. اي واحد حامل ابو اسد يا شباب يحموك فوق كل سماء. يعني تخيل اقول لك فوق السماء يحموك، يعني بالفضائيين اي حاجه يحموك. اسمع الهبد. واذا انت تحت اي ارض، يعني تحت الجروف تحت الاراضي، محمي. يقول لك يعني بيحركوا اسطولا من اجلك لحمايتك من فوق السماء وتحت الارض. وحامل هذا الجواز فهو من اسعد الدول في العالم. اي انا يا حبيبك، السعاده متى وصلت السعاده للاذن. يعني هذا صراحة شغل مرتب. أبو أسد يحموك، يعني كل الصراحة. حتى الديزاين حقه عنابي يا حبيبي. شوف ايش مرسوم عليه. مرسوم عليه الأسد. شفت الأسد يا حبيبك التايجر هذا. 137 ألف دولة. بس ما عندك فلوس تروح تنام من الأخير. أبو طير يا أبو طير، عي عينك يا أبو طير. القوة لا بارك الله في الضعف. هذا بنشوف شو مكتوب الحين كيف. هذا طبعا ابو اللي يدخلك 100 الف كم 1730 الف ولايه. يعني انت عد ولاياتك، واذا ما معك فلوس لا تفكر في الولايات، حطه في الدرج ونام وريح راسك من وجع الراس. نقرا. السلام يا سلام. شوف الشغل المتأتك. شوف سلام سلام. نخيل وفواكه حبيبك ومسجد صالح. أي. هذا يقول لك يا حبيبك وين صفحة نحن نحميك. تكفون صفحة نحن نحميك. خارجونا سنة تهشلونا بالمقطع. والله يا شباب هذا شكل ما في نحن. هذا مكتوب ايش؟ الحامية. خلتها يا ابو طير ولا حق التحية. مكتوب الحامي الله يا حبيبي. يكفي ان دخلناك 130 الف ولاية يا حبيبك، امورك ذهب الذهب. طبعا يا شباب امانة، الجواز ابو اسد. ابو اسد في المطار لما تجي تمشي لهم بوابه خاصه الكترونيه حبيبك. ما تروح مع جواز ابو طير والجوازات الثانيه. ما تروح معاهم تمسك طابور عوائل وخمسه شنط وكرسون في جيبك وماسك حق الترانزيت معاك فطورك وغداك وعشاء في ما في. ابو اسد لا، بوابه الكترونيه كذا، مسح ذاتي، يمسح وجهك على طول يعرفوك انك منهم. لكن ابو طير لا، مش معروف لدينا في ايش؟ في سجلاتنا. والله يسعدنا وياكم يا شباب. قلنا بنسوي لكم مقارنة بين ابو اسد وابو طير. يعني صراحة الاثنين فيهم الخير والبركة. اذا معاك الجواز هذا ومعاك الجواز هذا ومعاك الفلوس فانت اشتريتهم الاثنين. لكن اذا ما معاك فلوس فانا انصحك تشتري ابو اسد. لان ابو طير اذا ما معاك فلوس تنام طوالي فول تارين تعطيها في الرقبة وتنام على مغذي وتستمتع بحياتك يا حبيبي. لكن معاك فلوس والله لا يهمك لا ابو طيري ولا ابو اسدي، تخبط
خشم الريال، فهمت؟ لكن المقارنة هي تعتمد على الطبقة المتوسطة، أما الطبقة الغنية هم خارج المقطع. الله يسعدنا وياكم، حبينا نطلع نتونس معاكم في مقطع كذا فكاهي يا شباب. وطبعا يجيك شعور الغريب صراحة لما تجي تستلم الجوازة أبو أسد صراحة. الملك، تخيل الملك نفسه لما يسووا لك يعني اختبار وتنجح وكل شيء، يقولوا بنرسل معاملتك للملك. تخيل ان الملك يوقع على ابو اسد هذا عشان يعطيك اياه، ولا لا يعطيها توقيع كذا مع ليه ما اعطوه هذا مننا فينا. بعدين يعطوك ابو اسد، وبعدين قبل ما يعطوك اياه يسووا لك زي الحفله وكذا ويهيئوك نفسيا، يعني على اساس انك ايش ما تكون غريب كذا، ان نحن اهلك وعزوتك، ويسووا لك يجمعوك في حفله كذا ما فيها لا كيك ولا عصيرات ولا شيء، فيها ورد بثلاثة ريال، وفيها كلهم لابسين بدل، اللي عمره ما حياته ما لبس بدل يلبسوه ذاك اليوم. وكلهم لابسين بدل يا حبيبك، ويجي يمين رئيس القرية زي جدة الرياض، يجي الرئيس حقهم المسؤول، يجي عندك يا حبيبك يسلم عليك، كونجراتشوليشن انت مبروك، وعاك بعدين يعطيك واحدة، وعاك تصدق الشياكة اللي انت فيها دي، ده ديكور نحن اللي عاملينه من البداية. تنقبل، تعطيه واحدة تنقبل حبيبك. بعدين يجي يصوروك وانت ماسك كذا صحيفة، بعدين يقول لك يلا انت مسلم، انت عربي، انت لا انت مسلم او ديانة ثانية. بعدين يقول لك ايش، اختار الحلفان، تبغى تقسم ولا تحلف ولا توعد، يعني من صفات المؤمنين تختار انت اللي تبغى، يا توعد يا تحلف يا ذا، وتعطيهم واحدة تحلف، بعدين يقول لك مبروك، يوقعوك، بعدين اول ما تخرج يفكوا قاي عليك. والله صراحة اتمنى ان الشعور هذا انكم تجربوه صراحة، يعني لما يعتزوا فيكم ويجمعوكم كذا ويفرحوكم اقسم بالله يا شباب ان في واحد معانا يبكي. ايش في، قم استلام جنسية بكى، قال ايش ان فرحة المدري ايش، انه فرحة دموع الفرح مع حق ابو اسد، يعني لما تخبط دموع الفرح مع ابو اسد اوه تخرج دموع لا اراديا يعني. المهم الرجال دمع طبطب فوق ذا طاق طاق، وعطوه باكيت ورد احمر كذا والباسبورت في جيب حبيبك، ويلا على سوق العمل سريع يا ساتر. واسال الله الرب يوفقنا وياكم ان شاء الله ويذوقكم الفرحه هذه وكلكم تفرحوا. الحياه هي زي كذا يا شباب، يوم فرحه يوم تعاسه يوم. واسال الله الرب يوفقنا وياكم، واحب اهديكم على شهر رمضان الكريم ان شاء الله انه على الابواب، ورمضان مبارك علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين. وتحياتي لكم من قلب الكابوس الخالص الصافي الخام الى متابعين الجميلين الاحباء. المشكله انا كلهم متابعيني شياب 34 وانت طالع. عندي البنات متابعين 3%، ايش هذا ولا واحده طالع. الناس عندهم مشكل الا انا، كلهم كم 34 وانت شايل عي عينكم يا القحط. الله يسعدنا وياكم، الله فيكم الخير والبركه كلكم، اللي تسالوا واللي يجوني في السناب يسالوا ويطمنوا، الحمد لله بخير وبصحه وعافيه، واسال الله الرب يوفقنا وياكم. وانتهى المقطع، وضعك سليم سليم.